النهارده مش هكلمكم على البطارية ولا على الكاميرا ولا على المعالج. المرة دي عايز اقول لك على حاجة تقريبا محدش جاب سيرتها خالص في الاوبو A6 برو، وهي الاحساس الحقيقي بالموبايل اللي هو الصوت والاهتزاز وتجربة الاستخدام اليومية. اول حاجة هكلمك عن الصوت. الموبايل هنا فيه سماعتين استيريو، واحدة فوق والتانية تحت، بس مش مجرد صوت عالي وخلاص، لا، الصوت هنا فيه عمق وبيز وتوازن يخليك تحس انك ماسك موبايل اغلى من سعره بكتير. جربت اشغل عليه اغنية فيها تفاصيل كتير، حرفيا سمعت فرق بين اليمين والشمال، صوت الآلات واضح جدا وصوت المطرب طالع نضيف ومش مكتوب. ولو بتحب تتفرج على افلام او تلعب تحس فعلا ان الصوت محيط بيك كانك لابس سماعه بلوتوث غاليه. كمان هنا في حاجه مهمه جدا، الفايبريشن هنا مختلف تماما عن اي موبايل اقتصادي. يعني لما تيجي تكتب على الكيبورد او تفتح حاجه بتحس بنغزه سريعه كده، مش الاهتزاز اللي بيخضك او بيبقى مزعج، لا، احساس فخم كده زي الموبايلات الفلاج شيب. وده اللي بيخلي تجربه الاستخدام اليوميه ممتعه جدا، سواء وانت بتتنقل بين التطبيقات او حتى وانت بتقلب في التيك توك. كمان حركه الزرار الجانبي واللمس بتاع الشاشه الاموليد بيدوك احساس ناعم كده. لما تضيف بقى الصوت والفايبريشن عليهم بتحس ان الموبايل كله متظبط على الاخر. يعني بصراحه الموبايل ده مش بس بطاريه 7000 ملي امبير وبس، ولا شاحن 80 واط وبس، الموبايل ده معمول عشان تحس انك ماسك حاجه متكامله فعلا. فلو انت من الناس اللي بتحب الموبايل يحسسك انه موبايل بجد من خلال الصوت واللمس والاهتزاز والتصميم، كلهم هنا بيكملوا بعض. جرب بنفسك كده، شغل فيديو وعلي الصوت على الاخر وامسك الموبايل بايدك، ساعتها هتفهم انا بتكلم عن ايه. قول لي بقى في الكومنتات، جربت الصوت في الاي 6 برو ولا لسه ما خدتش بالك من الميزه دي؟